حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله يا رب. النهارده بقى كده جايه لكم بفيديو جديد. هنعمل مع بعض كده خلطه اللي هي بتاعت الجلانس او ملمع الازاز. بصوا زي بتاع بره ويمكن احسن منه كمان. سهله وبحاجات كلها موجوده عندنا في البيت، وكمان في توفير كبير. يعني انا لسه سأل عليه لقيت سعره زاد قوي، فالازازه دي كانت عندي وخلص، فقلت ايه انا هعمله في البيت بقى على طول. شطفت بقى الازازه كده هو اول حاجه على طول، وهي ليها الغطا البخاخ بتاعها. وجبت عندي هنا كده عشان اعرف بس انزل الحاجه بسهوله. بصوا بقى، وحطيت معلقه كبيره برسيل جل. انا حطيت اللي هو الموف ده اللي باللافندر، يعني ريحته حلوه وكده. وهنا الازازه دي كان فيها الكحول الطبي ده. انا كان عندي يعني شويه كده حلوين من ايام كورونا، فاكرين؟ اكيد كلنا عندنا يعني باقي شويه. ولو مش عندكم ممكن تجيبوه من الصيدلية، يعني هو مش غالي وهيعمل معاكم كذا مرة. بس وعندي الفنجال ده كان فيه نص فنجال خل. بس كده، وكملت بقية الازازة مية. خلاص كده يبقى انا حطيت البرسيل الجل والخل ومعلقة الكحول. بصوا بقى الشوكة هنا، شايفين لونها احمر ازاي؟ انا بس يا دوبك بليتها كده وحطيتها في الكيس. عندي كان فيه دم غزال، ما كانش عندي والله اللي هو الالوان الطعام دي، فلقيت ده نفع. يعني انا قلت هجرب، يعني ان هو ايه يديني كده اللون، احس ان هو زي بتاع بره بالظبط. فانتي لو مش عندك، انتي ممكن بس لو هتحطي بدل البرسيل معلقه صابون مواعين هيبقى اخضر وعادي يعني. هو اللون ده بس كده للشكل. بصوا انا هنا كده ايه زودت اهو سنه دم غزال تاني عشان اوريكم بس اللون، وعليها حبه ميه. بس ما حبيتش بقى اكتر هنا في الازازه املاها قوي، يعني عشان ايه اعرف ارجها، يعني تترج معايا كويس وكده. بصي بقى، عندك زيت عطري او مثلا نوع برفان عندك. انا فضيت ده، دي كانت ازازه عاملاها تركيب، فحطيت كده منها شويه عشان وانا بنضف ايه اشم يعني ريحه نظافه. فكانت سهله، يعني الغطا بتاعها اتفتح على طول. انت لو عندك بقى ممكن ترشي من الازازه كده من فوق على طول وهيبقى حلو يعني. كده كده البرفانات كلها بيكون فيها كحول، فحلو برضو، فاهميني؟ بس رجيت بقى فيها كده شوية، وعايزة اقول لكم والله العظيم بجد طلع تحفة، واحلى من الاساسي اللي كان في الازازة كمان. انا يعني من كتر ما هو عجبني انا دخلت كده جبت مراية، يعني عشان اوريكم النتيجة بتاعته على طول. رجيه بس بقى كده كويس، يعني شوية حلوين عشان الحاجات كلها تدخل في بعض. وكده بقى هو جاهز معانا خلاص على الاستخدام. بصوا بقى، انتوا لو ما عندكوش مثلا الكحول ده، انتوا ممكن بس تكتفوا بالشوية البرفان اللي قلتلكم عليهم دول. بصوا انا هنا بوريكم المية اهو، اللون ما احتاجتهاش كلها، يعني هو شوية بس كده عشان ايه، يعني نحس ان هو زي بتاع بره بالظبط. فزي ما قلت لكم لو ما فيش عندكم الكحول ممكن تستخدموا البرفان. هو بيبقى فيه نسبة حلوة يعني من الكحول والمية وخلاص وشوية الخل، وهي بس معلقة الصابون او البرسيل جل عشان تدي الرغوة الخفيفة دي. انا هنا بقى بصوا جبت مراية اهو، دي كانت متعلقة في الحمام. فبصوا شايفين هتلاقوا عليها التجييرة كده مكان البخار بقى والصابون وكده. فهوريكم بقى عامل ازاي. عايزة اقول لكم هيعجبكم جدا والله بجد، واللي هيجربه يعني هيدعيلي. يعني انا سألت على، لسه سأل على الملمع ده، لقيته ب35. فكده احلى. بصوا ما خدش اي حاجة. هنا بقى كده هو احلى حاجة بتلمع الازاز بقى وما يبقاش فيه وبرة ولا اي حاجة، الورق اللي بتاع الجرايد. شايفين؟ بصوا الرغوة خفيفة اهي خالص، وهتروح في ثانية وهتلاقوا المراية. يعني بصوا بقت مراية اكتر ما هي مراية. نطفت قوي، عجباني قوي بصراحة. اول مرة اجرب خلطة كده وتعجبني. عايزاكم بقى تحطوا لي لايك وتشتركوا عندي في القناة، وتكتبوا لي كومنت حلو كده زيكم. وعايزة اشكر الناس الجديدة اللي اشتركت عندي. شكرا يا حبايب قلبي، نورتوني وكترتوني. شايفين بقى؟ بصوا المراية بتلمع ازاي، اهي عكس الحيطة اللي قدامها. بصوا شايفين؟ بس يا حبايبي هسيبكم بقى مع الجزء التاني من الفيديو، كملوا لي الاخر.
تعالوا بقى اقول لكم على اسعار الحاجات دي. جبتها من كارفور، فعايزه افيدكم يعني بالاسعار. كان شويه حاجات كده ناقصاني يعني فقلت اجيبها. بصوا، اول حاجه هنا جبت ده الدقيق ده كده كيلو كان ب 18 جنيه. هو بينفع لكل حاجه. جبت كمان كيسين الاندومي دول، الواحد ب4.5. انا ما حبيتش اكتر يعني عشان هو ايه، انتوا عارفين يعني مضر وكده، فايه لما بيكون نفسنا فيه يعني بنجيبه. جبت كمان اللي هي مرقة الماجي دي ب10 جنيه. جبت كمان كيس الناجتس ده، هو وزنه كيلو، كان ب109. خلاص، ده برضو حلو في ايام الحر دي، حاجة سريعة كده لو مش قادرين نقف في المطبخ يعني كده. وده كيس الملوخية ده اللي هي امريكانا، دي كانت عاملة 10 جنيه. جبت كمان كيس الهوت دوج اللي هو كوكي ده، هو فيه 30 واحدة، 30 قطعة. ده كان ب105. حلو قوي، عايزة اقول لكم، وبحب اجيبه على طول يعني، وبعمله دايما. وبينفع بقى في الايام الحر، انتوا عارفين، لو زين بيعيط بقى وكده، فاهميني؟ اكل سريع لو مزنوقين يعني مش قادرين نقف في المطبخ. اهو ده كان عامل 105. جبت كمان الاتنين صلصة دول، ده الواحد كان ب10 جنيه. جبت بلسم الفيف ده كمان، برضو كان عليه خصم اهو 20%، كان ب50. هو على طول بيبقى اغلى من كده يعني، بس انا جبته ب50 النهارده. كان في بقى مكرونات كتير عليها عروض، هي دي يعتبر احلى حاجة يعني فيهم، اللي هي رويال دي. ده هنا كده كيس كيلو، اللي هي المرمرية اللي هي الصغيرة دي. اهو بصوا، ده الكيلو من اي نوع ب20. فانا جبت دي اللي هي الصغيرة، وجبت كمان شعرية اهي، وجبت اللي هي دي اللي هي الخواتم او المقصوصة دي. اي كيس فيهم ب20. دي كمان شويبس رمان دي عشان الحر بقى، انتوا عارفين. كانت ب13 تقريبا، مش عارفة بدل 15 او 17 تقريبا اهي. والخل اللي هو ريحانة ده كان بكام يا ربي؟ كان ب9.5 جنيه. بس. وجبت اللي هو لبن عبور لاند، ده اللي هو اللتر كامل الدسم ب25. فخدت منه، جبت دي ودي، جبت 2 بس. جبت كمان عصير بيتي ده، ده كوكتيل، والتاني ده جوافة تقريبا، او جوافة. كان ب13. فحلو يعني، اسعارهم حلو. جبت كمان اللي هي الزبادي دي اهي، جهينة 9 وعليهم 3، بس خدت منها يعني عشان زين كل منها. بصوا، جبتها لزين، دي ب35. بصوا، لقيت بقى المكرونة دي سباكيتي، اسمها هات طاقية يعني. كانت بكام؟ تقريبا كانت 3 منها ب20. 3 ب20، بس تاخدي ال3 من نفس النوع. فانا عشان جبت دول فجبت من دي سباكيتي، جبت منها 6، عشان كنزي بتحبها يعني، دايما بتقولي اعملي المكرونه الطويله اهي. جديده، اول مره اشوفها يعني. بس دي الحاجات اللي كانت ناقصاني. كنت عايزه اجيب سمنه، ما لقيتش ولا جنه ولا روابي ولا كريستال، ما لقيتش ولا نوع من دول. كل اللي لقيته كان اكياس بس، فرضيتش اجيب يعني. بس وبقيه الحاجه كلها بقى كانت عندي، الرز وبقيه الحاجه يعني، المكرونه اللي هي الاقلام دي، و
وعندي بقوليات وكده، فبس ما حبيتش اكتر يعني، انا بس جبت الحاجات اللي ناقصاني. بس كده يا حبايبي، ده يكون الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من الاسعار، وتجربوا الملمع اللي انا قلت لكم عليه، وتقولوا لي بقى رايكم ايه. استنوا بقى فيديو ان شاء الله قريب، ويلا يا حبايب قلبي، مع الف سلامه.